نعتذر ثم نعتذر ثم نعتذر. ليست هذه مصر التي رأيتم. نحترمكم ونقدركم ونقبل ثورتكم العظيمة، ونتمنى لثورتنا وثورتكم أن تتجاوز هذه التحديات. أبرز عناوين الصحف المصرية غدا في صحيفة الشروق: وزير الخارجية نبيل العربي في تصريحات جريئة يقول: كامب ديفيد ليست مقدسة وإيران ليست عدوا، وتصدير الغاز لإسرائيل قابل للتفاوض وكل واحد ياخد حقه. لجنة لتقصي الحقائق في مهزلة استاد القاهرة. مصدر أمني: خشينا من القبض على البلطجية خوفا من تعاطف الجماهير. 20 مصابا بينهم 9 من لاعبي الفريقين. والنيابة تقول الخسائر تتعدى 50 مليون جنيه. الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يحذر: الدم سيكون للركب إذا لم نواجه أصحاب التيارات المتشددة. 7 شهود يدفعون أحمد المغربي نحو السجن. شهود الإثبات يؤكدون تورط الوزير الأسبق وعاهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق في إهدار 660 مليون جنيه، ويؤكدون وجود مخالفات وتلاعب في تسويات الحسابات. وغدا في المصري اليوم الشيخ يوسف القرضاوي يقول: الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، والسلفيون كانوا ضد الثورة. التصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور لم يكن انتصارا للدين. النيابة تطالب بأقصى عقوبة على حبيب العدلي، ورئيس المحكمة يطالبه بالوقوف داخل قفص الاتهام. حرص الرئيس السابق حسني مبارك يرفض تسلم أول إعلان لمحاكمته. البنك المركزي: 7.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خرجت من مصر خلال أحداث الثورة. أول جلسة كاملة للبورصة، المؤشر يرتفع والأسهم تسترد 7 مليارات جنيه. سلفيون يحرقون ضريحا في محافظة المنوفية. موجة أمطار غزيرة والأرصاد الجوية تتوقع استمرارها اليوم الاثنين، وتحذير من تخفيف الملبس. ومن بوابة الأهرام: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدين أحداث استاد القاهرة ويأمر بتشكيل لجنة للتحقيق. محمد عبد السلام بيقول: مصر للمقاصة حارس قضائي على ممتلكات مبارك وعائلته بالبورصة. ومن اليوم السابع: الدكتور علي جمعة والدكتور عصام شرف يؤكدان على ضرورة الاستقرار وسيادة الأمن في البلاد. ورجل الأعمال نجيب ساويرس للأهرام: لن أتولى رئاسة حزب المصريون الأحرار الذي سأنشئه. ومصدر قضائي يقول: موقف مصر قوي في أحقيتها في رد الأموال المهربة للخارج. المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينفي ما تناقلته وسائل الإعلام حول مغادرة الرئيس السابق حسني مبارك إلى ألمانيا. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يقول إن مبارك في شرم الشيخ. حكيم وهشام الجخ يصالحان الشعب التونسي في حفل بعد أحداث مباراة الزمالك. ورئيس البورصة يقول: لن يتم تجميد أسهم فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوة الشريف بأثر رجعي. وتونس تقول: نائب وزير الخارجية الليبي يعبر الحدود التونسية ويتوجه نحو المطار. وفاصل ونبدأ. امبارح في محضر معاه قوة من الشرطة، محضر من جنوب سيناء اسمه أشرف ممدوح علي، مع أمر من المحكمة ومعاه قوة من الشرطة، وراح على قصر اللي قاعد فيه الرئيس مبارك في شرم الشيخ علشان خاطر يسلم الرئيس السابق أمر المحكمة لأن فيه بلاغ وقضية ضد الرئيس السابق حسني مبارك، والقضية دي بتتهمه
أو البلاغ بيتهمه بتخريب الحياة السياسية وتزوير الانتخابات أثناء رئاسته للحزب الوطني الديمقراطي ونهب أموال الشعب. يعني 3 اتهامات أساسية كما سيأتي غدا في صحيفة المصري اليوم: اتهام بالنهب المال العام، واتهام بتزوير الانتخابات أثناء رئاسته الحزب الوطني، واتهام بتخريب الحياة السياسية. المهم المحضر أشرف ممدوح علي راح معاه قوة الشرطة، وصلوا للقصر، حرس الرئاسة بره. حرس الرئاسة رفضوا يستقبلوا المحضر وقوة الشرطة، ورفضوا يستقبلوا إعلام المحكمة. النهاردة طلعت إشاعة ملت مصر كلها إن الرئيس السابق حسني مبارك سافر النهاردة إلى ألمانيا، ودي ثالث دولة تطولها الإشاعات. قبل كده بعض الصحف قالت إن الرئيس مبارك سافر إلى تبوك في المملكة العربية السعودية، وصحف أخرى قالت إن الرئيس مبارك سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومقيم في قصر في مدينة العين. لكن دلوقتي بيتضح إن ده مش مظبوط، لا مبارك في السعودية ولا مبارك في الإمارات ولا مبارك في ألمانيا. مبارك كما قال مجلس أعلى القوات المسلحة موجود في شرم الشيخ. وإشاعة النهاردة إن الرئيس السابق حسني مبارك في ألمانيا إشاعة غير صحيحة، لا يزال موجودا في شرم الشيخ. تكلمنا امبارح على ما نشرته اليوم صحيفة الوفد على لسان المستشار يحيى البنا، اللي بيقول فيها ما نقدر نرجع هذه الأموال. هيلاري كلينتون قالت بمليارات الدولارات في أمريكا وحدها، نتكلمش على 20-30 مليون دولار، نتكلم على مليارات الدولارات في أمريكا وحدها، غير كندا وأوروبا ودول الخليج وأسيا. هنشوف في النهاية ترى هنوصل للأرقام النهائية ولا لا. أيا كان الأمر، اللي احنا قلناه امبارح نقلا عن المستشار يحيى البنا إنك ما تقدرش ترجع ولا مليم من الفلوس اللي بره إلى، لأنك لو ما حكمتوش هتطالب بناء على سياسي. فقهاء القانون والقضاء بيقولوا الكلام ده، والموضوع مش موضوع سياسي. تكلم أوباما، تكلم هيلاري كلينتون، تروح تقابل وزير الخارجية البريطاني، لا، الموضوع قانوني. لأن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد بتنص إن أنت لازم تحاكم المسؤول محاكمة مدنية مش عسكرية، ومحاكمة جنائية، وبعدين يصدر حكم نهائي. ولما يصدر الحكم النهائي بناء عليه بتسترد هذه الأموال. وبالتالي أصبحنا مزنوقين اقتصاديا بغض النظر عن السياسة، اقتصاديا مضطرين لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، علشان خاطر ده الطريق الوحيد اللي ممكن بيه بعد ما ناخد حكم قضائي نرجع الفلوس من بره. وبالتالي المخرج الوحيد اللي ممكن فيه لا يحاكم الرئيس مبارك لأسباب مالية هو إن الرئيس مبارك يعلن بالضبط ثروته هو وعائلته في الخارج قد إيه وموجودة فين، ويقوم هو بسحبها أو بالتنازل عنها، وبالتالي يحصل تسوية مالية سلمية مع الرئيس مبارك وعائلته، لكن بشرط عودة جميع المليارات من خارج. هذا ما يخص الصراع المالي مع الرئيس السابق حسني مبارك. أما الصراع السياسي فسوف يبقى ممتدا حتى لو تمت التسوية المالية. أيضا بيقترح المستشار يحيى البنا إن احنا مش هينفع نبعت السادة القضاة فقط من أجل هذا الموضوع، لأن لابد من معلومات. أنا هعرف منين إن الرئيس مبارك ليه مليار في بنك كذا، و2 مليار في بنك كذا، وجمال ليه 500 مليون في بنك كذا، وحد تاني باسمه كاتب في مجموعة مصرفية كذا، وحد ثالث باسم علاء في مجموعة مالية في المكان. موضوع صعب جدا ومعقد جدا. عشان كده الاقتراح دلوقتي نأسس وحدة في المخابرات، هي وحدة مخابرات مالية، هدفها
إن هي تفحص كل الملفات المتاحة، تتعاون مع أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية في الخارج من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات عن ثروات عائلة مبارك ورجال مبارك التي تم تهريبها للخارج، وبالتالي إقامة وحدة المخابرات وبدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك جنائيا مدنيا حتى صدور حكم نهائي. دي الطرق الأساسية علشان خاطر نسترد ثروة مصر التي نهبت وسربت وهربت إلى الخارج. مياه النيل الحرب القادمة. دلوقتي احنا داخلين على مشكلات كبيرة جدا في مياه النيل، لأنه للأسف أثناء الثورة المصرية المجيدة دولة بوروندي وقعت على الاتفاقية، وطبعا دي إخوانة، لكن وراها أكيد أمريكا وراها إسرائيل اللي استغلوا هذه الثورة المجيدة، وفي أثناء انشغالنا بيها ضغطوا على بوروندي فوقعت على الاتفاقية. قبل بوروندي ما توقع كانت لسه الاتفاقية مستنية دولة توقع عشان تخش حيز التنفيذ. بتوقيع بوروندي للأسف الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وبدأت إقامة السدود حاليا، وهنبدأ نعاني الجفاف والجوع المائي والعطش المائي الكبير في السنوات القادمة ما لم نتحرك. دلوقتي نتيجة بناء سدود أولية في إثيوبيا وكينيا هينزل فيها نصيب مصر من المية من 55.5 مليار متر مكعب إلى 42 مليار متر مكعب. يعني احنا هننزل بفعل هذه السدود اللي موجودة في إثيوبيا وفي كينيا 13.5 مليار متر مكعب مرة واحدة سنويا. لازم نفتكر لما كانوا بيقطعوا الطريق في كفر الشيخ وفي الدقهلية وفي الغربية وفي البحيرة عشان خاطر مفيش مية الفلاحين يسقوا بيها الأراضي. يعني قبل تنفيذ الاتفاقية وقبل ما ننزل 13.5 مليار متر مكعب مية واحنا عندنا حالة من أزمة المياه، فما بالنا بعد ما نزلنا هذا الرقم، وقد ننزل أكتر إذا ما استمرت دول منابع النيل في بناء السدود. احنا بنشرب دلوقتي نتيجة الغباء السياسي الكبير الذي أحاط بمصر في عهد مبارك. من نماذج هذا الغباء السياسي، نمرة واحد، دولة بوروندي كانت عايزة مننا نعمل لها محطة كهرباء. المصريين شطار في الطاقة الكهربائية، عندنا مهندسين وفنيين عظام في مجال الكهرباء. بوروندي عايزة كهرباء، تبعت مهندسين وفنيين وعمال تعمل محطات كهرباء وتنور البلد، تنور أجزاء في العاصمة وبعض المدن، وتبقى خدمت بوروندي، ومقابل ده مش هتوقع على الاتفاقية. أيام أحمد نظيف هذه الاتفاقية وصلت لإحدى الموظفات لا عندها فكرة عن الأمن القومي ولا فكرة عن مياه النيل ولا فكرة عن البطيخ ولا أي حاجة تعرفها، ووقعت بكل عدم مسؤولية إن الفلوس تكون على حساب بوروندي. ده بوروندي جاية تاخد منك هذه المحطة بمقابل سياسي واقتصادي ضخم، إن بوروندي مش هتوقع على اتفاقية مياه النيل. فطبعا الفزلكة اللي عند الموظفة، وفوقها للأسف شخص لا يدرك، وفوقها شخص لا يدرك، وآخر حاجة شخص لا يدرك، ونظام كله لا يدرك. وانتهينا في النهاية إن احنا ما عملناش محطات الكهرباء لبوروندي، وبوروندي ما نورتش بالكهرباء المصرية، فهم قلبوا علينا وقال لك دول ناس بتوع كلام مش هيخدمونا، احنا نوقع على الاتفاقية وناخد مكاسب من كل أعداء مصر، لأن التحالف مع مصر مش قادر حتى يجيب لنا محطة كهرباء. ده نموذج للأداء المتخلف في مصر مبارك فيما يخص محطة كهرباء بوروندي اللي بنشرب دلوقتي نتائج هذا العمل. نمرة 2، في كينشاسا في الكونغو الديمقراطية، هم كمان هيموتوا ونساعدوهم في موضوع الكهرباء. طب ما نلحق من دلوقتي
ونروح هناك ونساعد كينشاسا في ان يكون عندها كهرباء ويبقى لنا نفوذ في هذا المكان. لكن للأسف ودي نمرة 3 بقى اللي محبطة بقى النهاردة جدا دلوقتي، مش بقى أيام مبارك، دلوقتي دكتور عصام شرف راح السودان شمالا وجنوبا مع وفد رفيع المستوى. منظرنا هناك زي الفل، وبدأنا نحسن صورتنا السيئة الرديئة اللي موجودة قبل كده، ويدوب الزيارة الناجحة لسه بنكمل في نتائجها. فوجئنا النهاردة بضربة ألم موجودة في الصفحة الأولى في الأهرام. ضربة الألم ديت، احنا السودان قسمت، بقت دولة شمال السودان ودولة جنوب السودان. جنوب السودان الدولة الجديدة عاصمتها جوبا، واحنا في أمس الحاجة لجنوب السودان وإلى العاصمة جوبا. في خط طيران بيطلع من القاهرة إلى جوبا. خط الطيران ده كان عامل لنا جو، احنا بنحترم هذه الدولة ونحترم هذه العاصمة، وعاملين طيارة مباشرة من القاهرة إلى جوبا. النهاردة الصبح الحكومة المصرية أوقفت وزارة الطيران الخط اللي بيننا وبين جوبا. ليه بقى؟ إن شاء الله العباقرة بتوعنا قالوا لك لأن الركاب قليلين، دول يدوب 20، بنخسر في الطيارة اللي هو المنطق العام للميكروباص. وزارة الطيران فاهمة إنها شغالة خط ميكروباص القاهرة جوبا أو خط توك توك القاهرة جوبا، مش مستوعبين إن ده أمن قومي، مش مستوعبين إن ديت مياه النيل، مش مستوعبين إن احنا ندفع دم قلبنا، مش بس 8 طيارة تروح، 8000 طيارة وأكتر علشان خاطر نحافظ على علاقتنا مع جنوب السودان. إذا دلوقتي بنعمل خطوة لقدام زي اللي عملها رئيس الوزراء في السودان، في حد بيرجعنا نفس الخطوة لورا. بنكتب بشكل سليم وبيجي حد بأستيكة يمسح اللي احنا كتبناه. مين هو اللي بيمسح بأستيكة ورا الخطوات الكويسة اللي بتحصل دلوقتي؟ من هو الطابور الخامس العميل أو الجاهل اللي دلوقتي بيخرب علاقتنا بمعظم الدول ويحاول أن يؤدي إلى نكسة في هذا الوطن؟ أول التصحيح آمل إن من بكرة نرجع في هذا الكلام الغبي ونبطل هذا القرار المؤسف، لأن قبل كده قفلنا مع تنزانيا الخط 5 سنوات أدى إلى خسارة تنزانيا. دلوقتي بنخسر جنوب السودان علشان خط طيران، وبنخسر بوروندي علشان محطة كهرباء، ومش موجودين في دول منابع النيل حيث توجد إيران وتوجد الصين. للأسف الشديد أداؤنا لا يزال فيه الكثير من العطب. لكن هل فيه أمل؟ قطعا باستمرار فيه أمل، لأن كل مشكلة ليها حل. أدينا قلنا في المشكلة اللي فاتت مبدئيا ننور كينشاسا، ومبدئيا نطور علاقتنا ببوروندي ودول حوض النيل، ومبدئيا نرجع خط جوبا ونبدأ نشتغل، وبعدين نشوف أنجزنا إيه وما أنجزناش إيه. أيضا في كل ملف يمكن الحل، إنما بعض الملفات بتبدو مبهمة. ملف آخر مبهم ملف جامعة النيل. احنا ما نعرفش ايه هي جامعة النيل، ولا بتعمل ايه جامعة النيل، ولا يا ترى هي ملك أحمد نظيف ولا مش ملك أحمد نظيف، والأرض دي هياخدها أحمد نظيف ولا مش هياخدها أحمد نظيف. والصحف كلها عمالة تكتب وإحنا مش فاهمين حاجة. وللأسف الشديد إن إحنا ممكن نضيع حاجات كويسة جدا نتيجة ضعف الفهم أو سوء الفهم. نقاط محددة في هذا الموضوع. النهاردة تشرفت باستقبال الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، والدكتور مصطفى غانم، وده درس في لندن في إمبريال كوليدج وأيضا درس في جامعة القاهرة، ودكتور حازم عزت أيضا درس في مصر ولكنه بعد كده بقى كبير باحثي جنرال موتورز في أوروبا، ودكتور محمد عبد المطلب في مجال النانو تكنولوجي درس في بلجيكا ودرس في ألمانيا، ودكتور يحيى إسماعيل أستاذ في نورث ويسترن في شيكاغو، ودي جامعة مرموقة. هؤلاء الأجلاء أساتذة في جامعة النيل.
واللي عايز أقوله بوضوح بعد ما سمعت علمائنا في جامعة النيل. جامعة النيل ينبغي أن تكون جامعة أهلية، يعني بس نخلص القرارات بتاعتها. إنما جامعة النيل لا تهدف إلى الربح، مش زي الجامعات الخاصة اللي بتكسب، مش جامعة رجال أعمال ومستثمرين. الأرض ملك مصر، الحكومة المصرية، وليس ملك أحمد نظيف. والمنشآت ملك مصر، الحكومة المصرية، وليس أحمد نظيف. والأساتذة اللي فيها أجلاء والطلاب متميزين. وهذه الجامعة اتخطط لها تكون جامعة عالمية، وفي أمل كبير جدا لو وفقنا أوضاعها تصبح جامعة النيل جامعة عالمية. ما أقوله اليوم لا علاقة لأحمد نظيف بجامعة النيل، ولو أحمد نظيف فاسد يبقى نحاسبه على فساده، ولو سرق أو نهب أو تجاوز في جامعة النيل يحاسب. لكن مش معقول لو أحمد نظيف بنى جامع نهد الجامع، ولو بنى جامعة نهد الجامعة، ولو حفر ترعة نردمها، ولو مهد طريق نهده. ده نوع من الحماقة. هذه الجامعة فكرة عظيمة قام عليها علماء أجلاء. الجامعة وما فيها كلها ملك للدولة المصرية. علينا أن نقف وقفة هادئة، لا نخرب كل ما فات لمجرد أن اسم مبارك أو أحمد نظيف أو غيره كان فيه. وأنا آمل الدكتور عصام شرف وهو رئيس جمعية عصر العلم ينظر إلى مشكلة جامعة النيل بما يليق وبما يناسب. حفظ الله الوطن. غدا طبعة جديدة. إلى اللقاء. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل